انا ناوي النهارده ان احنا نطلع اكبر كم ممكن من خبايا السوق العقاري. قالوا لي اوعى يكون فلان الفلاني. ده هو يعني انت اشتريته فين؟ احنا اشترينا معاه بكام؟ 400 مليون كاش. اللي فيه منه كتير ملوش تمن. انا ناوي النهارده ان احنا نطلع اكبر كم ممكن من خبايا السوق العقاري. يعني انا عارف السوق العقاري نفسه والعاملين فيها يزعلوا، ولكن العملاء تستفيد قوي بكل صراحه. وكمان انا مبسوط قوي ان اول حلقه اعملها اكون حضرتك تكون معايا فيها. استاذ سامح، ما شاء الله انت اكتر من 20 سنه في السوق العقاري، اكتر من 10 شركات، من ضمنهم شركات تطوير عقاري ومن ضمنهم شركات وساطه عقاريه، ما شاء الله. صحيح؟ الحمد لله. فانا مبسوط بده قوي، ما شاء انا الله. اكتر والله يا باشمهندس، بس طول عمر حضرتك مثير للجدل. فما فيش مشكله خالص ان الشركات هتزعل مننا. متعودين على ده. متعودين على ده. حابب في البدايه بس اعرف الباشمهندس احمد رضوان ليه دايما مرتبط باسمه الاستشاري العقاري؟ انا عارف حضرتك طبعا ما شاء الله بقت علامه تجاريه مثلا في غرب اوروبا وفي دول الخليج. حابب من البدايه كده اعرف مين الباشمهندس احمد رضوان، وايه سر ارتباط العملاء بيك كتير جدا اللي في غرب اوروبا واللي في الخليج؟ جميل. هو احنا ربنا وفقنا فعلا في حته الاستشاري العقاري، اللي هو ممكن تكون بنت بعدها عليه مجموعه الشركات وكده، ولكن بدا البراند بتاعي باسم مهندس احمد رضوان. بعد كده اتعرفت بالاستشاري العقاري. والموضوع ده انا عايز احكي بقى القصه بتاعت اصلا جت منين استشاري عقاري، يا ريت. وبدايه اصلا السوق العقاري لما انتشر اصلا فكره الوساطه العقاريه من اول احمد زكي لما عمل فيلم البيه البواب. يعني كان دور مبهر على فكره، مثله بشكل كويس جدا جدا. ده حقيقي. فظهر دور ان هو في سمسار، والسمسار ده او الوسيط العقاري ده بيكسب فلوس كتير قوي. وكان الطيب المصغر من الوساطه العقاريه، يعني هو شخص عارض للمنتج فقط، يعني هو عنده شويه منتجات بيعرضهم على الناس اللي محتاجه، تمام. ويجي العميل يقول انا مدخر لك حاجات للحبايب مش بنطلعها غير للحبايب. فلما اتعرف الموضوع ده زي اي ترند احنا بنلاقي ان هو انتشر فجأة محلات التليفونات، بقى لكل مواطن محل تليفون. السنترالات السايبرات الحاجات زي كده انتشرت جدا بمجرد ما الناس عرفت ان هي بتكسب فلوس. كذلك الامر الوساطه العقاريه اتعرف ان هي بتكسب فلوس على فكره فعلا من بدايه الفيلم ده. فبدا البوابين يسيطروا على الموضوع ده، فكانوا عارضين للمنتج. واحده تطور السوق ده لانه سوق مربح، فدخل فيه ناس كاتيجوريز احسن، ناس متعلمه، ناس بتفهم. فبدا يبقى بصوره بروكر او بصوره بياع، يعرف ان هو يبوش العميل كويس على الحاجه اللي هو عايزها ويجيب له كويس. يحط اكسبريشنز انجلش. وفي الريال استيت احنا بنشتري بناء على كذا والار اي، ولكن للاسف هو مش فاهم ممكن اغلب اللي هو بيقوله، بالذات لما يقلد شخص فعلا بيتكلم بمصطلحات تخص الاستثمار العقاري وبدراسه جدوى بمعايير حقيقيه. طيب برضو بعد فتره لأن السوق واعد بالذات في مصر من ساعة رئيس عبد الفتاح السيسي ما بدأ يفتح المدن الجديدة، ففعلا الموضوع بقى مربح وبقى كبير قوي، فدخل فيه عدد كبير جدا. ففي قاعدة في كل حاجة بتقول لك ايه؟ اللي فيه منه كتير ملوش تمن. اللي فيه منه كتير ملوش تمن. تمام. فبقى منهم كتير البروكرز. فبدأ يظهر من هنا مفهوم الاستشاري العقاري قبل ما يبقى اسمه استشاري عقاري. بقى في شخص غير كل الناس. الشخص ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن كيفية اختيار نوع معين من العقار، وفهم ان الشغلانة بتاعتنا دي معناها عظيم جدا. خلي بال حضرتك اللي احنا بنقدمه من وجهة نظري اهم من اللي بيقدمه الدكتور والمهندس. ازاي مش مهندس؟ يا ريت نوضح دي بقى. هقول لك. فكرة ان احنا بنختار للناس بيوتهم، وازاي يختاروا العيادة اللي هيتعالج فيها العيانين بتوعهم، وازاي يختار المحل اللي هيكون مصدر اكل عيش ومصدر امان لاولادهم بعد لا قدر الله ما يسيبوهم. فمعنى ده احنا بنقدم معنى عظيم جدا. احنا بنختار للناس البيوت بتاعتهم. هو ايه اهم منتج حضرتك اشتريته في حياتك؟ بيتي. مفيش اهم من بيتك. مظبوط. والله ولا العربيه ولا اللبس ولا اي حاجه. هو اهم حاجه اشتريتها البيت. انا بساعد العميل ان هو يشتري البيت اللي هيكون مناسب ليه، مناسب لاحتياجاته، هيوفر ان هو النشء بتاعه او اولاده يطلعوا في الكوميونتي اللي هو حابب ان هم يكونوا شبهه. ده معنى جديد ومهم جدا على فكره. جدا. وللاسف الناس ما تستوعبش ده حقيقي. يعني الناس اللي شغاله في القطاع يقول لك انا شغال في القطاع ده عشان بيكسب فلوس كتير قوي. لا، حضرتك بتقدم معنى عظيم. صح. حضرتك بتقدم خدمه
يعني هي اهم خدمه ممكن تقدم لشخص في حياته انه يختار بيته. مظبوط. صحيح. مظبوط. فلازم تتقي الله في الحته دي. الرسول صح. صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ عليه الصلاة والسلام. لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فأنا النهاردة والله ساعات صح. بسيب إدارة الشركات وأنزل مع عميل يقول لي بالله عليك أنا استوسمت فيك الخير، انزل معايا اختار لي أحسن حاجة. انا شفت دي بعينيا، فعلا. شفت دي بعينيا إيه فعلا. اللي حصل؟ حضرتك اكتر من عميل قال لي الباشمهندس احمد اشترى لي فيلا من سنتين، واحد تاني قال لي الباشمهندس احمد اشترى لي مكتب اداري من حوالي 3 سنين وانا عايز استثمر معاه تاني. الثقة دي الجامدة دي قوي، ازاي حصلت ازاي؟ اللهم لك الحمد. أنا والله من وجهة نظري أنا في الأغلب بشتري لعملائي في الحتة اللي أنا اشتريت لنفسي فيها. يعني في الأغلب بنروح مع بعض الشركة دي أقول له أنا شاري هنا وهنا ده وهنا حقيقي؟ وهنا، فأنت اشتري معايا في الحتة دي كويسة أوي. تمام. فأنا كأني بختار لنفسي. مم. تمام. بيقول لك الطبيب بيقدم معنى سامي جدا، ما ينفعش يبص للفلوس. كذلك الأمر احنا بنشتري الناس بيوتهم، أهم حاجة ممكن يشتروها في حياتهم كلهم. فأنا بحاول أقدم له إيه اللي هرتضيه لنفسي أرتضيه ليه. فارجع من هنا لفكره الاستشاري العقاري. خلي بالك في ناس عندها النفسيه الجميله اللي عندي دي ولكن ما عندوش المعلومات. فمثلا كل واحد ممكن يقول لك انا استشاري عقاري. طب يعني ايه استشاري عقاري؟ انت معتمد منين؟ تمام، معتمد منين كاستشاري عقاري؟ انا معتمد من الحكومه الاماراتيه كاستشاري عقاري. فعلا؟ ده حقيقي. دي معلومة جديدة انا اول مرة لا اعرفها معايا على فكرة. الكارنيه. معلومة جديدة دي. فانا درست كويس قوي عشان اعرف افيد العميل. فانا لما بختار له لازم اختار له حاجه محققه عامل الندره، لان احنا كنا بنقول ايه اللي فيه منه كتير ملوش تمن. مالوش ثمن. ملوش تمن. فكذلك الامر بختار له الحاجه اللي فيه منها قليل. كذلك الامر لما اختار له في معايير بختار على اساسها. فلازم اختار على حسب التايب اللي هو محتاجه. مثلا محتاج تايب محتاج يستثمر في استثمار اداري، لازم اروح مكان متخصص اداري، منطقه متخصصه، واختار لوكيشن مميز في المنطقه دي على شارع رئيسي مثلا. طيب بعد كده اهم حاجه دراسه الشركه، بالذات ان احنا لما نشتري اوف بلان نشتري حاجه تحت الانشاء. انا ايه اللي عرفني ان المنتج ده لما يتبني ويشتغل هينجح؟ صح. ببدا اشوف هيستوري الشركه عامل ايه، الشركه دي قدمت ايه قبل كده، وشغال دلوقتي ازاي، وبيأجروا بكام. فعشان اعرف مستقبلي سواء لو بعت في المستقبل او استأجرت هكسب ولا لا. ده تحليل يا باشمهندس، حضرتك طبعا. بتقول ده تحليل. طبعا. تمام. يعني احنا دراسه الجدوى اللي بنقدمها الفيزابيلتي ستادي للعملاء بتوعنا مفيش حد بيعملها الا شويه لا اشباه. ده دي احنا هنرجع لها تاني كده وهنتكلم فيها كتير قوي دراسة الجدوى دي. بس في ناس دلوقتي بتحاول تقلد الموضوع ده. مم. تمام. ولكن هل هم بيعملوه بشكل حقيقي؟ لا، بيقولوا مسميات هم مش فاهمين اصلا ازاي يعملوه، ولكن بيقولوا والار او اي والعائد على الاستثمار وكده كلام. ولكن لما يحسبوها العميل، انا لازم لما اشتري عقار عشان اعرف الشخص ده فعلا مستشار عقاري ولا لا، لازم يعمل لي دراسه جدوى. دراسه الجدوى دي بالارقام. هعرف هدفع كام، هيرجع لي كام، وامتى بالظبط. فتره وصولة التسهيل دي اهم حاجه. نقطه التعادل اللي بتساوي فيها مدخلات بمخرجات. احنا بنقول نقطه استرداد راس المال بقى دي امتى. كل الكلام ده لازم يكون متقدم لي ورق معتمد من شركه تكون بتقدم فيزابيلتي ستادي بما يرضي الله. دراسة واقعية مش احلام. طبعا. مظبوط. طبعا. يعني بشوف شبيه المشروع ده عمل ايه في الماضي. في الاغلب نفس المشروع ده هيعمل زي شبيهه من نفس المطور او مطور متطابق شبهه قوي. تمام. ولازم فعلا اشابه الحاجه بحاجه شبيهه ليها. محتاج من حضرتك مقارنة لنوعية من العملاء استعانت بخبراء عقاريين او استشاري عقاري، ونوعية تانية استعانت باللي بنقول عليه بقى اللي هو وسيط او شركة بروكر ما كانش عنده المعلومات الكافية ان هو يقدر يوفر للعميل فرصة استثمارية ناجحة. وانا عارف حضرتك عندك قصص كتير قوي في الموضوع ده. ده حقيقي. انا ممكن اذكر لك قصه فرق معايا قوي. القصه دي مره مجموعه مستثمرين كانوا جايين من الرياض. بس الناس دي منهم جنسيات يمنيه ومنهم سوريه ومنهم سعوديين الاصل، وصحاب براند مشهور قوي في السعوديه. يعني عنده البراند ده غير ان هو مكتسح على منصات السوشيال ميديا، هو ليه 100 فرع ما شاء الله في السعوديه. الناس دول نزلوا السعوديه، نزلوا مصر، وكانوا حابين يستثمروا في العاصمه الاداريه الجديده وتواصلوا معايا. للاسف انا كنت منشغل. فقلت لهم بس افضل واخلص اللي في ايدي، ممكن في ايدي بروجكت مهم قوي وابقى معاكم. فخلال الفتره دي تواصلوا مع حد وبداوا ياخدوا معاه خطوه، وكنت على علم بده. بعد كده اول ما فضيت رحت قعدت معاه. لما قعدنا مع بعض انا قلت ايه ما شاء الله الناس دي
فاهمه كويس قوي، فاهمين استثمار كويس قوي، فاهمين انفستمنت كويس قوي، فان شاء الله ان شاء الله يكونوا خدوا خطوه كويسه. فانتوا اشتريتوا بكام لغايه دلوقتي؟ اشترينا ب 400 مليون جنيه. جميل. ما شاء الله. كاش وخدوا خصومات قد ايه ومش عارف ايه. طيب حلو. اهم حاجه يا جماعه لقيتهم عمالين بيتكلموا في ايه، واحنا من ساعه ما شفنا سمتك الطيب وشفنا مش عارف ايه واحنا مستريحين وهكذا. قلت لهم بس مهم جدا ما تنخدعوش، مش اي حد سمته وشكله ومش عارف ايه خلاص تروح معاه، ده مهم قوي قوي قوي. اكيد. تمام. قالوا لي ليه؟ طيب مش عارف ايه. قلت لهم لان للاسف في مطور عقاري معروف جدا في الماركت، الراجل ده هو الناس بتنخدع بسمته فبتاخد معاه خطوات، وللاسف يعني لا انصح بيها. قالوا لي اوعى يكون فلان الفلاني. اول ما قالوا لي اوعى يكون فلان يعني ده هو يعني بس انتوا اشتريتوا فين؟ احنا اشترينا معاه بكام؟ ب 400 مليون. رقم كبير جدا. 400 مليون كاش. ليه اشتريته هناك؟ قالوا لي 3 نواصي. يعني ايه 3 نواصي؟ انتوا بتتكلموا عن مشروع صف سابع. هيشتغل امتى المشروع ده؟ هيشتغل بعد 2 سنين. قال لنا ازاي بعد 2 سنين؟ الصف الاول هيشتغل في 2030. انتوا قدامكم 10 سنين على الاقل. الناس دي هتكسب ان شاء الله هتكسب. طيب بس هتكسب زي اللي اشترى صح؟ اكيد لا. لا طبعا. طيب من نفس الجروب ده والله واحد منهم جه متاخر فقرر ان هو ياخد خطوات معايا. خد معايا خطوات ب 140 مليون قسط مش كاش. تمام. اللهم لك الحمد. النهارده استثمارات الدكتور اللي هو كان فيهم ده في وسطهم اللي اشترى معايا من خلال الحاجه دي وساعدته واشتريت معاه في المشروعات اللي انا شاري فيها. اللهم لك الحمد. العائد بتاعه على اللي هو استثمره ب 140 مليون جنيه قسط، هم اشتروا ب 400 مليون جنيه كاش. اللهم لك الحمد هو متخطيهم. ما يعني شاء هو الله. كسب اكتر من الجروب ده كله. ما شاء الله. ده كده هياخدنا على يعني على حته مهمه جدا يا باشمهندس. مهما كنت انا مستثمر ومهما كنت انا رجل اعمال، لو ما استعنتش باستشاري عقاري لا انا ممكن كده البس في الحيطه زي ما بيقولوا. طبعا انت بتقول لي حضرتك معروف في دول الخليج ومعروف في غرب اوروبا. ليه؟ لان الناس دي بقول لك هم غرب عن المكان في الاغلب. حتى لو مصري مغترب هو مش عارف، الغريب اعمى ولو كان بصير. بالذات ان هو السوق بتاعنا للاسف كله غموض. صح. فطريقك بقى الطريق الاستثمار الناجح هتاخده مع واحد مشي في الطريق ده وخبير فيه، مش بس خد خطوه وعنده ووفق. صدق. طبعا ودي نقطه مهمه جدا. صحيح. مش عايز ابيع واجري. صح. يعني انا بشوف دايما فكره ان انا اخد خطوه في البيع مع استشاري عقاري هي بدايه الطريق، على عكس الوسيط العقاري بتكون نهايه الطريق. يعني الوسيط العقاري معاك لغايه فين؟ لغايه ما تتعاقد. الاستشاري العقاري بيبدا معاك في التعاقد وخدمه ما بعد البيع بقى. هي اهم حاجه خدمه ما بعد البيع. يعني دلوقتي بعد كده انا عندي مشكله في الاقساط، مين هيقف لي مع الشركه؟ لازم الاستشاري العقاري القوي ده. مظبوط. دلوقتي انا حبيت ابيع الوحده دي، مين هيبيعها لي؟ الاستشاري العقاري القوي اللي عنده قاعده عملاء كبيره يقدر يبيع لي الوحده دي ويكون شاريها، تكون مميزه يقدر يبيعها في اي وقت. مظبوط. فتره وسهوله التسهيل تكون في احسن صورها. مظبوط. طيب ايه تاني مع الاستشاري العقاري؟ دلوقتي الاستشاري العقاري هو الشخص اللي بيدير لي المحفظه العقاريه بتاعتي. صح. فحضرتك بتقول ايه؟ استشاري عقاري يكون عايز مصلحتي، يبقى لازم يكون بيتقي الله. ليه؟ لان في ناس والله جميله عايزه مصلحه الناس وبتحاول تتعلم، ولكن احتياجهم المادي الشديد لان هم لسه في بدايه حياتهم او حياتهم الماديه بسيطه تخليه غصب عنه يضغط ان هو يخلي العميل يشتري الحاجه اللي في مصلحه الوسيط مش في مصلحه اللي هيشتري. باشمهندس حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. دلوقتي للاسف في بعض الشباب اللي في السوق العقاري بيدور ان هو يبيع البيعه اللي بيجيب له اكبر عائد او اكبر افاده ليه هو، بصرف النظر عن ان الشركه المطوره اللي بيجيب لصاحبها المشروع دوت او اي عميل معاه مشروع ممكن ما يكونش ليه قيمه، ممكن مشروع ممكن ما يكونش احسن حاجه، بس بيدور على العائد المادي القوي ليه. راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ للاسف الموضوع ده بقى منتشر انتشار قوي جدا جدا. ده حقيقي. فبقيت اشوف العملاء بتتجه مش للحاجه اللي في مصلحتهم، للحاجه اللي في مصلحه الوسيط. فكل الوسطاء بيتكلموا عن المشروع بعينه فاكيد كلهم صح. للاسف اغلب الناس بقت تدور على مصلحتها مش مصلحه العميل، ونسي حاجه مهمه قوي، ودي انا بديها نصيحه بقى لاخواتنا المحترمين في سوق الوساطه العقاريه. يا جماعه انتهت للعميل مصلحته اللي فيه مصلحته واعلى قيمه مقابل سعر. من هنا العميل ده هيجيب لك صديقه وهيجيب لك ابن عمه وهيجيب لك قريبه وهيجيب لك كل دايرته. مزبوط. اللي هتكسب من وراهم اكتر بكتير جدا من اللي انت كنت هتكسبه في بيعه واحده. مزبوط. للاسف هي فيها مصلحتك مش مصلحه العميل، ولكن مصلحتك على طول المدى او على المدى الطويل
انت هتكسب اكتر بكتير جدا لما تبيع للعميل الحاجه اللي فيها مصلحته. وللاسف في جزء منهم دلوقتي قال لك انا مش وسيط عقاري، ما انا كمان استشاري عقاري. ما انا كله بيقول عادي يعني. دي حقيقة يا باشمهندس، ودي انا شفتها بعينيا في بعض الشركات، ويعني مش عايز اذكر امثلة. هو وبيقلد حضرتك. انا قلت لحضرتك انت من البدايه ايه مثير للجدل. صحيح. لا، في شركات كتير جدا فعلا ماشيه ورا حضرتك، بس طبعا هو شايف الشكل الظاهر، اه لكن التكنيكال والعمل المؤسسي اللي داخل الشركه هو مش شايفه، فهو بيقلد بس. رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ وهل هو هيطول كتير في السوق ولا مش هيطول؟ انا افتكر حضرتك لما شرفتني وبدانا شغل مع بعض وحكيت لي القصه دي، يعني حضرتك قلت لي انا ده جاي حقيقي. من شركه هي بتحاول تبقى كوبي من الشركه بتاعت حضرتك في كل حاجه. ده حقيقي. تمام. فبدات اسمع منك القصه، وسبحان الله كنا في كونفليكت ما بيننا وبين الشركه اللي حضرتك كنت فيها من فتره. الناس كانت للاسف تدعي كذبا ان هم الشركه المطوره، كانوا بيخدعوا العميل ان احنا الشركه المطوره اللي هنبيع لك دايركت. تمام. وكان في الاخر حكم الكونفليكت ده ان هم مخطئين طبعا بنسبه 100%، وما ينفعش ان هم خدعوا العميل بالشكل ده. طيب مهم جدا 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 ان انا ابدا اشوف هيستوري زي ما بشوف هيستوري المطور او سابقه اعمال مطور عامله ازاي. في الاغلب زي ما عمل مع العملاء دول، سلمهم في ميعادهم بالكواليتي متفق عليها ولا لا، ولا اتاخر عليهم، في الاغلب هيعمل معايا. كذلك الامر المستشار العقاري ده، نبدا نشوف الهيستوري بتاعه مع العملاء. احنا الوحيدين الحمد لله على صفحتي الاستشاري العقاري مهندس احمد رضوان بنزل فيدباك كل عميل اشترى من خلالنا. ده حقيقي، بيبدأ الريفيوز دي يقول. انا شفتها بنفسي فعلا، صحيح. يبدا يقول. واستغربت جدا. يعني فعلا انت حضرتك الوحيد اللي عامل الجزئيه دي، صحيح. وده بيدي مصداقيه جامده جدا للشركه على فكره. اللهم لك الحمد، ده من توفيق ربنا. وبتبسط بصراحه لما عميل ياخد بروسس الشراء بالكامل، بعد كده يقول ايه انا نفسي اقول رايي في الخدمه المحترمه اللي انا خدتها دي. ويبدا يقول في الفيديو انا ما دفعتش فلوس، ده نزلوا معايا وعملوا لي فيزيبيليتي ستادي مكتوبه عرفوني هكسب كام وامتى بالظبط. لا، انا اقف عند الجزئيه دي مهمه جدا. انا كده كنت فاهم غلط. ده معنى كده ان العملاء هي اللي بتطلب ان هي تعمل الكومنت ده. صحيح. يعني تمام. انا عايز اقول رايي في اللي حصل ده ليه، لانه بالضد تظهر الاشياء، تظهر الاشياء. مظبوط. هو شافني وشاف الضد اللي هو الوسيط العقاري اللي هو عايز مصلحته، مش عايز مصلحه العميل. بدا يشوف ازاي انا رشحت له حاجه مناسبه ليه. بدات اعمله فيزابيلتي ستادي بمعايير اختيار. بدخل بقى في التفاصيل الهندسيه وفي التفاصيل القانونيه، ممكن العميل لو ما خدش باله منها يلبس في الحيط. ده حقيقي. فببدا اكون معاه واحده كاني بشتري لنفسي بالظبط. قسما بالله اول امبارح يعني من يومين بالظبط، كنت مع عميل. انا قلت للعميل ده ايه، انا هشتري النهارده ليك الوحده دي كاني بشتري لنفسي بالظبط. المشروع ده انا شاري فيه 19 وحده ما شاء الله، ودخلت بعدها اكتر من عميل على نفس الاوفر اللي انا اشتريت بيه. الحمد لله كنت واخد خصم بزياده واخد فاسيلتيز جميله جدا ليا، فوفرتها للناس دي. انا تعبت مع العميل ده ان انا اجيب له كل الحاجات اللي انا اشتريتها لنفسي بيها، كل الخصومات بتاعه السنه اللي فاتت اللي انا اشتريت بيها والله، وجبت له حاجه انا ما جبتهاش لنفسي. يعني جبت له حاجه زياده انا ما جبتهاش لنفسي. العميل ده بعد ما يخلص اكيد هيكون مبسوط جدا طبعا. فيقول لي يا باشمهندس هو اتعابكم كام؟ اقول لا مش باخد اتعاب. طب اعمل ايه؟ طب اساعدكم ازاي؟ طب انا ممكن اقدم ايه يعني اللي حضرتك حابه؟ طب انا ممكن اصور فيديو زي الناس اللي بيصوروا فيديوهات يحكوا عن حضرتك، اتفضل. يبدا يحكي الناس دي باعوا لي ده جابوا لي احسن حاجه، ده تعبوا جدا معايا، عملوا دراسه جدوى، ده عملوا لي دراسه جدوى. ما فيش حد بيعمل دراسه جدوى، كله بيقول. انا بقى حابب اتكلم شويه عن دراسه الجدوى دي. حضرتك دي تعتبر العلامه اللي حضرتك يعني مشهور بيها جدا في المجال العقاري. دراسه الجدوى دي انا طول عمري اعرفها. انا لو داخل على مشروع، باسس شركه، بعمل حاجه، لكن اشتري عقار واعمل دراسه جدوى دي جديده، فمحتاج اعرف الموضوع ده شويه. جميل. طب انا هرد عليك بسؤال، تمام، واقول لك دراسه الجدوى بنعملها في العقار بكل تفاصيلها ازاي. تمام. متوسط الناس اللي بيدخلوا مشروع فبيعملوا دراسه جدوى بيكون معاهم كام؟ يعني بيخشوا استثماروا في مشروع بكام بيعملوا له دراسه جدوى؟ والله يا باشمهندس ممكن ده من 100,000 جنيه. 100,000 جنيه يقعد يعمل له دراسه جدوى. مظبوط. احنا دلوقتي بنشتري عقار بمتوسط 10 مليون جنيه قسط ماشي على 10 سنين. دلوقتي ما نعملوش دراسه جدوى ونعمل المشروع ل 100,000 جنيه دراسه جدوى؟ ازاي يا جماعه؟ معلش نقعد نتعب نفسنا شويه. ده حقيقه.
للاسف الناس بتستسهل، والبشر كائنات عاطفيه نادره ما تفكر. فاللي يقول لهم تعالى اشتري الوحده دي ناصيه، والوحده دي بحري، ودي فيو، ودي مش عارف ايه، فيقول لك ايه ده جميل قوي، دي ده جدا. والحق اخر خصم، واخر واحده اخر واخر واحده، والحق الفرص. يا نهار ابيض، دي كلها خدعه تسويقيه. طيب دراسه الجدوى دي احنا بنحاول نعملها للعملاء اللي في الاغلب بيحط في العقار اللي هو اهم حاجه هيشتريها، اهم مشروعه اللي هيكون بيته وهيكون محله وهيكون المكتب الاداري بتاعه. نعمله دراسه جدوى من اول معايير الاختيار. تعال ناخد مثال مثلا على ان احنا هنشتري مثلا وحده سكنيه. انا عايز اشتري شقه. الشقه دي عايزين نعملها دراسه جدوى. طيب دراسه الجدوى دي اهم اجزاء فيها هي معايير الاختيار وعامل الندره. دلوقتي لو خدنا مثال ان انا عايز اشتري بيت في المستقبل يفيدني انا واولادي، لو حبيت ابيعه يكسبني، لو حبيت اجره يكسبني. لو دورنا كده في القاهره فين اكتر مكان عليه طلب وفي نفس الوقت بتأجر بالدولار، هنلاقيه الزمالك مثلا، رغم ان هي مدينه قديمه جدا. علشان هي فين؟ هي فيها سفارات. فانا في الاغلب لو هأجر الوحده دي هأجرها لمين؟ للسفراء والناس اللي شغالين في السفاره. ممكن أجرها كمان بالدولار او برقم اكبر بكتير جدا من المناطق اللي حواليا. فمعنى ده لو احنا اخدنا نفس المثال ده وتعلمنا كويس ومشينا مع خبير عقاري ياخدني لطريق استثمار صح، هيوديني في العاصمه الاداريه الجديده فين؟ هيوديني جنب السفارات. جنب السفارات. فانا دلوقتي لو هرشح لعميل منطقه، هرشح له منطقه بتاعه السفارات او ملاصقه للسفارات. مظبوط. فانا لو حبيت هبيع باعلى عائد الاستثمار، وفي نفس الوقت في عامل ندره في ده. هو من امتى هيكون في حي يجمع كل السفارات الموجوده في مصر تاني؟ مش هيكون فيه، مفيش حد تاني. فنشتري شقه جنب السفارات. طيب نشتريها في منطقه زي منطقه ايه؟ عندنا مثلا في العاصمه الاداريه الجديده منطقه بتوازي الشيخ زايد اللي هي موجوده عندنا في القاهره الكبرى. فعندنا الشيخ زايد الجديده في العاصمه الاداريه الجديده، فهنا اعمل ندره على اعلى تبه. طيب هو من امتى العميل هيعرف مناسيب دي اعلى تبه ولا دي اوطى تبه، وايه البنفتس اللي انا هاخدها سواء من هواء نقي او للاسف ما يعرفش. انا اللي هوجهه على ده. فانا كده اخترت ديستنيشن مميزه تكون حواليها السفارات. طيب اخترت تاني حاجه ايه؟ لوكيشن مميز. فالديستنيشن دي كبيره جدا، ممكن نقول ديستنيشن تبدا من اول 1000 فدان توصل معايا لغايه 10000 فدان. محتاج بقى لوكيشن مميز لان في فدان يعني عدد من الفدادين كبير جدا ومساحات كبيره جدا. مظبوط. محتاج اميز لوكيشن يكون فيه اسهل اكسسبيلتي للمكان ده. يكون فيه طرق ومحاور رئيسيه وقريب مثلا من محطه LRT او المونوريل، عشان لو حبيت اتحرك او اوصل من هنا لهنا يبقى سهوله الوصول للكومباوند والخروج منه سهل جدا. طيب تالت حاجة أو تالت معيار بنهتم بيه جدا جدا جدا، ولو كل المعايير حلوة والمعيار ده بس فيه مشكلة، يبقى كل دراسة الجدوى ضربت وكل المشروع ده ملوش أي لازمة. ألا وهي إيه؟ ألا وهي سابقة أعمال المطور. سابقة أعمال المطور دي أهم معيار ممكن نخلي بالنا منه. ليه؟ لأن في الأغلب العميل المطور ده زي ما عمل مع العملاء اللي قبلي، سلمهم في ميعادهم او اتاخر عليهم، سلمهم بالكواليتي المتفق عليها ولا لا، هيعمل كده معايا. صحيح. ما هو اكيد ما تبش يعني بعد ولو عامل هيستوري كويس اكيد مش هيبوظوا علشان. صح. تمام. طيب المطور ده لازم ادرس حجم التدفقات النقديه اللي داخله له شهريا. هل لو مفيش حد اشترى في الكومباوند ده غيري هيقدر يبني الكومباوند ده في الوقت المتفق عليه وشغاله ولا لا؟ يعني بيبني بفلوسه ولا بفلوس العملاء؟ ده مهم جدا جدا جدا. حتى لو هيبني بفلوس العملاء، هل هو قادر يغطي الكومباوند ده بفلوسه بالكامل ولا لا؟ صح. دي مهمه جدا. صح. بعد كده عندنا معيار مهم جدا الا وهو شركاء النجاح بتوع المطور دول. المطور ده جايب مين كاستشاري هندسي؟ جايب مين شركه مقاولات؟ المقاولين عرب سياك، جايب شركات كبيره ولا جايب شركه تحت السلم او مقاول من الباطن والجو للاسف سخيف بقى يحصل عشان يوفروا فلوس؟ مظبوط. كذلك الامر لو هو جايب شركه اداره، جايب شركه تشغيل، جايب شركه امن، اشوف مين البراندات اللي نازله معاه. دول هينجحوا المشروع اكيد طبعا. بعد كده ببدا اشوف لو انا هشتري في عماره في الكومباوند ده مثلا، لازم اشوف منسوب العماره دي فين، يعني الصفر المعماري بتاعها فين. هل هو اعلى من اللي حواليها ولا اوطى من اللي حواليها؟ للاسف ناس كتير جدا بتشتري وما تعرفش منسوب الارض في المكان اللي هيشتري فيه ده فين. مثلا واحد يشتري ارض بجاردن في مكان تحفه، محدش بيسال اصلا الاسئله دي، ولا حد يعرف ولا حد بيسيرها اساسا. صحيح للاسف. لانه هو لو اثرها للاسف المطور في الاغلب هيبقى خسران.
مطور خسران. واعتقد يعني مش كل المعلومات دي كلها مش موجوده عند الناس اللي بتسوق للعقار. صحيح. ده حقيقي. علشان كده بنقول لازم تكون مع خبير يشوف العقار بعيونه وياخدك لطريق الاستثمار الصح. اختيار عقار بعيون خبير. صحيح. صح كده. صحيح. ف فبعد ما هو شاف منسوب الارض، طب هتفرق معاه ايه منسوب الارض؟ طيب بعيدا عن البنفس اللي هياخدها، لو المنسوب اعلى فهو الجو هيبقى بالنسبه له احسن، لو الهواء وتدويره الهواء في الكومباوند عامله ازاي. لو هو اقل منسوب في الكومباوند للاسف هو سوري انا اسف اللي انا هقوله، هو هيجمع كل الزباله او القمامه بتاعه الكومباوند والرياح هتلمها وبتنزل فين؟ صح. تنزل في اقل نقطه. صح. تمام. أقل منسوب. موجوده او اقل مظبوط. منسوب موجود في الكومباوند كله. مظبوط. مين بيسال النهارده عن منسوب العماره بتاعتي مفيش هيبقى قد الكلام ايه؟ ده، محدش بيسأل الكلام ده خالص للاسف، ده حقيقي. والوسطاء نفسهم مش عارفين. وكل ده واحنا بنختار شقه. احنا بنختار شقه. شقة. فما بالك الناس اللي بتيجي تشتري من خلالنا مثلا بمليار، واللي بيشتري مول كامل، واللي بيشتري تاور، واللي بيشتري محلات تجاريه بمساحات شاسعه، واللي بيشتري مقر لشركته 2000 متر. احنا بنتكلم في ارقام في مئات الملايين. حقيقي. انا بقى والله بتعامل اللي هيجي هيشتري شقه ب5 مليون زي اللي هيجي يشتري ب500 مليون. انا كده بمشي في حاجه اخي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لان امشي في حاجه اخي خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. حاجه اخي دي كانت غاليه كانت رخيصه، كمل معايا فيها او ما كملش، انا عليا ان اعمل ايه؟ ان انا امشي في حاجته. صح. وربنا ييسر لنا بقى توفقنا او لا. صح. فبعد كده بعد ما شفنا منسوب العماره بتاعتنا دي مهمه جدا، حتى لو مش هسكن في الارضي، ما هو المدخل والاسانسير والجروش هيبقى للاسف المكان بتاع القمامه كلها بتاع الكومباوند لو هتتجمع المنسوب فيها منخفض. فعلا. صحيح. فعلا. طيب بعد كده انا محتاج اشتري في عماره تكون سيبريت، تكون ستاند الون بيلدينج، ما تكونش اتاتشد ببيلدينجز حواليها، يعني لازم تكون لوحدها علشان اقدر ان انا لو عايز ابص او يبقى عندي منافذ هواء تكون من كل الجهات. وفي الاغلب الوحده بتاعتي تبقى كورنر في الحاله دي. ده ممكن تبقى دبل فيو، يعني ممكن تبقى كورنر ودبل فيو. طيب انا دلوقتي لو هشتري في ادوار، هل اشتري في دور يكون فيه 6 شقق افضل، ولا 10 شقق، ولا شقتين؟ مظبوط. ان هو افضل بالنسبه لك؟ اكيد اقل عدد من السكان هيبقى صحيح. افضل لي طبعا. صحيح. فانا شاري شقتي، انا واحد في الدور. حد تاني 5 في الدور، 5 شقق في الدور. انا البرايفسي عندي اعلى كتير جدا طبعا. جدا طبعا. جدا. فلازم نخلي بالنا من حاجه زي كده. هو اصلا اغلب الناس بيبص على شقته، مش مهم اي حاجه تانية، ده حقيقي. لانه مش عارف، هو مش فاهم للاسف. وبيبص على السعر. بيبص على اقل كتير. سعر وبيحسب، لان احنا عندنا للاسف المصريين بالذات لما نتعامل مع عميل مصري، هو للاسف جزء كبير من جدا منهم بيظن ان هو لو خد اقل حاجه فهو كسب كده احسن حاجه. ما هو ده اللي بيغذيه الشركات المسوقه والشركات البروكر، ده اللي بيغذي العميل بيه. صحيح. ان انا هجيب لك ارخص حاجه بصرف النظر عن الكواليتي ايه بقى. صحيح. لا احنا دايما بنقول احنا عايزين نجيب اعلى قيمه مقابل سعر. مقابل سعر. نشوف السعر اللي نقدر ندفعه كام، نجيب بيه اعلى قيمه ممكنه. ده اللي احنا بنسعى فيه. مظبوط. مش نجيب اقل سعر واكبر خصم والكلام للاسف تهريج ده من وجهه نظري. ده حقيقي. طيب مهم جدا 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 ان انا اشوف الكومباوند ده مثلا لو 100 فدان، هو مبني عليه عمارات سكنيه او فيلل او اماكن للسكن كام في المية؟ هل مبني عليه 11%؟ هل مبني عليه 8% زي اب تاون كايرو وهو مثال ناجح جدا 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 في الكومباوندز السكنيه، ولا مبني عليه 60%؟ كل زحمة. ما كان زحمه جدا طبعا. جدا طبعا. طبعا. ازاي هيكون في فاسيلتيز وامنتس ولاندسكيب، وهيكون في كلاب هاوس فين، والاماكن اللي بتخدم عليا فين؟ صح. ما لازم حاجات تخدم على السكان. مظبوط. فلازم اشوف هو باني على كام في المية من الكومباوند. كل ده خلي بال حضرتك احنا لسه ما فتحناش باب الشقه، ما فتحناش وقلنا جوه، ما شفناش نسب التحميل ولا اي حاجه. لسه ولكن للاسف العملاء اغلبهم هم ما يعرفوش الكلام ده، وللاسف بيكلموا الناس اللي هم بيكلموهم اللي هم بيقولوا لهم احنا خبراء في السوق واحنا زي الاستشاري العقاري الفلاني وبنقلده، هم ما يعرفوش الكلام ده. ما يعرفوش الكلام ده حقيقي. تمام. امتى شفت وسيط غير في شركتنا كان بيتكلم على مناسيب العماره دي قد ايه من الصفر المعماري؟ الحقيقه مفيش. مفيش. والمعايير اصلا اختيار عليها سواء كانت وحده سكنيه او تجاريه او اداريه انا مش شفتهاش في مكان. اللهم لك الحمد. احنا علشان درسنا كويس قوي وعلمنا الناس كويس قوي واتقينا الله في الناس، اننا زي القاضي. خلي بال حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة. مين الاثنين اللي في النار؟
واحد منهم بيحكم غلط بجهل، واحد بيحكم غلط وهو عارف ان هو غلط، متعمد. الاتنين دول في النار. طيب اللي بجهل ده ليه ذنب واحد، تمام، علشان هو ما اتعلمش، هو جاهل. عشان جاهل، وللاسف ده اغلب السوق بتاعنا. ده حقيقي. طب التاني ليه ذنبين، لان هو عارف ان هو حرام وعمل الحرام وعمل حرام. للاسف. وعلى فكره دول قله، يعني في الاغلب اللي فاهم بيعمل الصح علشان يوصل العميل للصح، لان لو وصله للصح العميل ده هيشتري منه مره واثنين وثلاثه، وكمان هيجيب اصحابه ودايرته، كل واحد دايرته 250 واحد. مظبوط. فانت لو فتحت بس مع حد رضي عن الخدمه بتاعتك، اللهم لك الحمد، احنا النهارده في اوقات مش بنحتاج اصلا نعمل اعلانات من كم العملاء اللي احنا مش عارفين نستقبلهم. اكمل بقى بس القاضي الوحيد اللي في الجنه، احنا قلنا قاضيان في النار، في النار والقاضي في وقاضي الجنة. واحد في الجنه. مين القاضي اللي في الجنه؟ اللي هو اتعلم كويس قوي 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 واتقى الله في حكمه على الناس وحكم صح. صح. كذلك الامر على فكره، احنا زي القضاه، لما العميل بيجي يقول لي انا قدامي الماركت كله، فلوسي اهي امانه معاك، امان. وانت في الاغلب عينيا في مصر، تمام، فقول لي الصح وانا هاخد الخطوه معاك. انا قاضي بحكم له هنا كويس وهنا وحش، مظبوط. فلازم اوجهه للحاجه. اول حاجه لازم اكون متعلم كويس قوي عشان ما اكونش من القضيان اللي في اللي في النار. ولازم احكم بما يرضي الله واتعب. صح. لازم اقعد ادرس، اقعد اذاكر بقى بين المشروعات دي، وكل يوم بيطلع مشروع جديد. مظبوط. اذاكر ايه المميزات اللي هنا وايه المميزات اللي هنا، وانا لو هشتري نفسي هشتري فين، واعمل كده مع الشخص اللي جاي يشتري. فعلا يا باشمهندس، احنا كل ده لسه ما فتحناش باب الشقه. لا ده انا حابب اسمع اكتر بقى. للاسف اغلب الناس ما تعرفش ده، يعني بعيدا بقى عن العميل اللي هو فعلا هو مش مجاله ومركز في شغله اللي بيجيب منه فلوس اللي يقدر يشتري بيه عقار، العاملين في القطاع نفسهم ما يعرفوش الكلام ده. ده حقيقي. فاحنا لو كملنا، خلي بالك، لو استرسلنا في الامر ده احنا بنتكلم في تفاصيل كتير جدا جدا جدا، يعني الموضوع ده هياخد مننا حلقات. انا مبسوط على فكره من الحلقات اللي احنا بنعملها دي، ان احنا فعلا هنوجه معلومات قيمه، خلاصه خبره في السوق العقاري للناس اللي حابين يستثمروا في السوق العقاري، اللي هو كل الناس. يعني انت لو اتكلمت مع اي واحد في الدنيا نفسك تشتري شقه، حابب تشتري شقه، اكيد. عشان كده دايما بنشوف العقار بعيون خبير عشان يرسم لي الطريق لاستثمار ناجح. صحيح صحيح. فالخبير ده انا بنصح بقى العاملين في القطاع ان هم يتعلموا الكلام ده. وعلى فكره احنا بنقدم كورس مجاني لاي حد في السوق العقاري حابب يتعلم الكلام المحترم اللي يقدر يفيد بالعملاء، احنا بنديه مجاني لاي حد حابب يتعلم، وفعلا هيقدمه للعملاء دي بما انا يرضي شفتها بعيني. اللهم لك الحمد. دي احنا بنقدمها 15 يوم، شخص بيدخل ما شاء الله. يدرس التفصيلة سواء في العقار او في الاستثمار ازاي ممكن يقدمه لعميله. لا خليني استخدم العباره الشهيره بتاعت حضرتك، احنا بنحافظ الشباب عندنا العاصمه الاداريه رمرايه رمرايه. ما يسيبوش فيها رملايه. بالظبط، ده حقيقي. ده المتخصصين منهم في العاصمه طبعا. تمام. طب في منهم ناس متخصصه في القاهره الجديده، في ناس متخصصه في زايد اكتوبر، في ناس الساحل. متخصصه في الساحل، كل واحد متخصص في منطقته، بس كلهم عندهم الخبره اللي تفيد العميل ان هو يقدر ياخد خطواته وهو مطمن وهو بره مصر. ده حقيقي. يعني حتى وهو بره مصر من غير ما ينزل، من خلال جوجل مات او زوم ميتنج يقدر ياخد خطوات كامله ويطمن عن تفاصيل القانونيه لغه والهندسية. الخطاب اصلا مختلفه عن السوق، يعني الشباب في الشركه عند حضرتك ما شاء الله لغه الكول بتاعتهم، لغه الخطاب بتاعتهم مختلف عن اي حد في السوق العقاري. اللهم لك الحمد، عشان هم عايزين يفيدوا الناس ومتعلمين كويس. مظبوط. طيب لو احنا كملنا معايير اختيار، طبعا معايير اختيار كتير جدا جدا جدا. يعني احنا دايما بنشوف حد يقولك البحري احسن، لا الغربي، لا البحري الشرقي، لا القبلي عشان الدفا. خلي بالك مفيش حاجه احسن واوحش، على حسب احتياج العميل. مظبوط. انت محتاج هواء اكتر وبتفتح البلكونات وكده محتاج بحري، ولا انت محتاج شمس طول اليوم محتاج غربي، ولا انت محتاج دفا ومحتاج قبلي، على حسب احتياجك. تمام. في حد يقول لك انا مش هركب تكييفات، انا بكره التكييفات. لا انت محتاج في الصيف بحري، لازم بحري صرف، ومش الواجهه بس، ده الواجهه بالجزء الجانبي، لان خلي بالك حضرتك ممكن الواجهه دي تكون شباك ولا بلا شباك وبلكونه. لا احنا محتاج اكبر منافذ هواء تكون جايبالي الحته البحري على حسب احتياجنا. طب احنا لو دخلنا الشقه، المربعه احسن ولا المستطيله ولا الدائريه، ولا برضه على حسب احتياج العميل. صح. ولكن اللي بيقرب لاحتياج كل عملاء هو المربع اللي بعرف اشكله في كل حاجه. طب احنا لو قلنا كمان معيار، وخلي بال حضرتك الحلقه عمرها ما تكفي ان احنا نخلص كل المعايير، ده اكيد. ولكن لو احنا بنقول حضرتك بتشتري كاربت اريا ولا بتشتري جروس اريا ولا بتشتري نت اريا،
العاملين في القطاع نفسهم في الاغلب بيقول ما لك مش يعرفوش عارف الفرق ما يعني بين التلاتة. هو بيشتري مساحه بيعيه. طيب انا كعميل المفروض اعرف ان انا بشتري ايه؟ بشتري جروس اريا. مم. طب الجروس اريا دي هلاقيها اسكن فيها افرشه؟ لا. امال هلاقي ايه؟ هتلاقي النت اريا مم. مثلا هي مساحه صافيه؟ برضو لا، مش هتلاقيها. مم. لان في مساحه تحميل ما بين النت اريا وما بين جروس اريا. تمام. للاسف حضرتك في الاغلب مش هتعرف تجيبها غير لو حضرتك مهندس وعارف اوتوكاد كويس قوي، ونبدا نفتح الاوتوكاد ونحسب الفرق ما بين النت اريا والكاربت اريا. لان لو حضرتك مسكت البروشور بتاع المطور وحسبت المساحات الموجوده هتلاقي نفسك بتحسب كاربت اريا، اللي هي المساحه من اكس داخلي، بعيدا عن المساحه النت اللي هي المساحه المحسوبه من اخر كل مدماج خارجي. مم. ده بقى كل ده لازم نقول ايه؟ لازم يكون معاك فيه خبير. ده حقيقي. وعلشان كده بنقدم الاستشارات القانونيه عندنا برضو بشكل مجاني. مم. لان مين هياخد خطوه مع مطور في عقود وما يكونش حد فاهم قانون لازم يطلع على العقود دي؟ مظبوط. وللاسف بعض المطورين حاطين مصايب في العقود بتاعتهم. عقود إذعان. ده مش اذعان، دي قله ادب. انتوا عاملين ايه ده؟ انتوا ناقص ان انتوا تكهربوا العميل اللي هيشتري عندكم. مع ان يا باشمهندس في الجزئيه دي يعني معظم المطورين يقول لك احنا بالنسبه لنا العقد بتاعنا كتاب مفتوح للعميل، بس انا ما اعرفش العميل ده، فانا بالنسبه لي ما عنديش ازمه في العقد بتاعي. لا، هقول لحضرتك ده حصلت مصايب. مم. يعني في كلمات عدت على العملاء عمرهم ما خدوا بالهم ان هم فيها مشكله، والنهارده لبسوا فيها. صح. النهارده بعد ما العميل اشترى وبعد ما استلم بيقول لك انت مش هتقدر تدخل جوه شقتك غير لما تدفع المرافق واللاندسكيب والتمن ايه وايه وايه على كل متر 3 و4000 جنيه. ده هو هيدفعه تمن شقه تاني. يا نهار ابيض. ده غير بقى البنود اللي هو بتاعت في حاله الرسيل، لو حضرتك حبيت تتنازل العقد بتاعك لحد تاني في نسبه المفروض تتنازل فيها للمطور. النسبه دي قد ايه الله اعلم. الله اعلم، سايبينه مفتوح. يعني لما نيجي في وقتها ان شاء الله هنشوف. والمحترم منهم قال لك 5%. 5% من شقه ب5 مليون جنيه، هاي بتتكلم في كام؟ رقم. بتتكلم في 250 الف جنيه المطور. طب انا هكسب ايه؟ صح. لما اكسبك 5% نت انا هكسب ايه؟ معاك ايه صحيح. فعلشان كده بنقول لازم فعلا تشوف العقار بعيون خبير يوصلك لطريق استثمار صح. والخبير ده لازم يكون معاه شركاء نجاح. يعني النهارده ممكن الحمد لله بالخبره ان الواحد الحمد لله عرف مثلا يساعد اكتر من 1000 عميل اللي هم يتعاقدوا، فعدى عليا اكتر من 1000 عقد. فالنهارده مش محتاج معايا محامي. مم. ولكن لو حضرتك معاك وسيط بسيط لازم تحتاج محامي ومحتاج مهندس معاك يحسب لك المساحه الداخليه والتفاصيل دي. ولازم تشوف بنقول هيستوري مطور. احنا لسه ما اتكلمناش عن المطورين اللي بيشتروا سي في اصلا مش بتاعهم، هيستوري مش بتاعهم. صح. فطبعا الموضوع يطول فيه الكلام. ولكن لازم تخلي بالك بالاستشاري اللي هيكون معاك ده يكون استشاري حقيقي ولا عامل نفسه استشاري. طب ايه بقى المقومات والسمات للاستشاري الحقيقي؟ انا عايز بقى ايه يعني 1 2 3. جميل. انا يعني هقول لك حاجه ببساطه جدا جدا جدا. الاستشاري ده لازم يكون معتمد من هيئه، لازم يكون معتمد من وزاره، لازم يكون معتمد فعلا. شوف الكارنيه بتاعه. عادي مش شتيمه. عمرك حضرتك ده انا مهندس، لو انت قلت لي ممكن اشوف كارنيه النقابه بتاعك هقول لك لا، بالعكس هفرح ان انا هثبت ان انا مهندس قدامك. ايه المشكله؟ كذلك الامر حضرتك استشاري عقاري وريني الكارنيه بتاعك. طيب ايه تاني غير الكارنيه؟ انا مش معايا كارنيه وبالخبره انا واخدها. طيب هل حضرتك بتتكلم بمعايير اختيار واسس انت دارسها ولا بتتكلم بالعموم؟ خد الواحده دي لقطه ودي بحري ودي الفيو بتاعها تحفه ودي مش هتتكرر مرتين وفي خصم وفي جنيه ذهب وفي جنيه ذهب على اللي هيتعاقد والحق اللونش والكلام ده. للاسف الكلام ده بيعني ان حضرتك لا، انت عندك فلس في معلوماتك فبتحاول تقدم حاجات تانية غير حقيقية. علشان كده للأسف أغلب شركات السوق العقاري بيوظفوا أنسات جميلات الناس تحب تتكلم معاهم علشان أتعاقد علشان الحتة دي، مش علشان هي تفيدني. مظبوط. يبقى لو حضرتك لقيت حد بيبيع صوته وبيبيع شكله وبيبيع جماله يبقى أكيد مش هاخد معاه الخطوة، يهرب على طول. طبعا. تمام. أنا لو عندي المعلومة أنا محتاج أقدم حاجات تانية ليه؟ انا دلوقتي بقدم لك خدمه كامله مش باخد من حضرتك اي اتعاب. معنى ده ان خدمه مجانيه بنسبه 100% والمطورين كلهم سواء، ولو حققت تارجت معين عند اي مطور باخد بونص معين او اتعاب معينه، فخلاص كلهم عندي سواء. فكده هتشتري هنا زي هنا زي هنا. ولازم تختار الشخص ده يكون شبعان فعلا. ليه؟ لان للاسف في ناس اتعلمت صح ولكن للاسف عندها احتياج مادي شديد.
فمن اول ما بتشوفه بحالته الماديه البسيطه هو محتاج اي فلوس، فتلاقيه بيبوش عليك ان انت ايه، يلا بينا نتعاقد، يلا يلا نشتري. بينا نشتري. فهتلاقيه غصب عنه بيتوجه لفين؟ الحاجه اللي فيها مصلحه ليه، مش مصلحه مش مصلحة العميل. للعميل. مظبوط. طيب احنا كده اتكلمنا عن المقومات والسمات الشخصية للاستشاري العقاري. طب ايه اللي انا لو شفته في الاستشاري العقاري ده لا ما كملش، امشي على طول؟ جميل جميل. لو لقيت ايه في الاستشاري العقاري همشي على طول ما كملش. هو مش استشاري عقاري يعني، خلينا متفقين كده. خلينا متفقين هو إن عامل مش نفسه هو استشاري عامل عقاري. نفسه استشاري عقاري. فالشخص ده لو يوم من الايام قال لك الحق الخصم والحق اللونش والحق الفرصه اللي مش هتتكرر تاني، والكلام التسويقي والخدعه التسويقيه بتاعه الايجار الالزامي والعائد على المقدم، يبقى الراجل ده اصلا مش بيبيع عقار، بيبيع خدعه تسويقيه، فابعد عنه. طب في رد فلاج بقى ده يبقى مشهور في الماركت ده كله، اللي هو بتاع ايه؟ اشتري من خلالي وهديك جزء من العموله بتاعتي. دي بقى نسبة كبيرة جدا في السوق دلوقتي. مين اللي بيعملها؟ اللي ما عندوش معلومه يقدمها ولا قيمه يقدمها ولا عنده شركة اصلا ولا كيان ولا اي حاجه. هو الراجل ده سجل انتش وبطاقة واجري. وانتش واجري. الشخص ده انت بعد ما تشتري عمرك ما هتلاقيه تاني، ولا لو اتصلت بيه اصلا في الاغلب هيعملك بلوك. ده حقيقي. ليه؟ لان الشخص ده لبسك في احسن حاجه فيها مصلحه ليه واسوأ حاجه ليك. صح. تمام. فالشخص ده اول حاجه مش هيديك خدمه ما بعد البيع، تاني حاجة الشخص ده غير متخصص، تالت حاجة ما ينفعش ولا يطلق عليه وسيط عقاري ولا يطلق عليه خبير عقاري ولا استشاري عقاري ولا الكلام ده. ده ريد فلاج. لو حد عرضوا عليك او قبلوا يوم من الايام، تعرف ان الشخص ده ملبسك في حيطة وعايز يخلص الامر ده باي طريقة عشان يهرب بعيد عنك. دي ريد فلاجز. ومن ضمن الريد فلاجز اللي قلناها كمان اللي هي البنوتة اللي ممكن تبيع الامر بصوتها ولا بشكلها ولا بلبسها. انا بشتري عقار ولا بشتري البنوتة؟ بشتري عقار طبعا. انا بشتري عقار ولا بشتري العائد على المقدم؟ بشتري عقار. بشتري عقار ولا بشتري ايجار الزامي؟ عقار. فانا لو اشتريت عقار كويس 1000 من يتمنى يشتري مني صح. او يأجره مني. مظبوط. فانا هختار الحاجه اللي محققه عامل ندره، مش هختار الحاجات اللي فيها خدعه تسويقيه الناس بتعمل بيها بروباجندا من الاخر. انا اتشرفت بيك جدا يا باشمهندس، وكانت حلقه مميزه جدا، وانا على المستوى الشخصي استفدت قوي. انا مبسوط قوي 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 ان حضرتك معايا في اول حلقه، وانا مبسوط ان احنا نقدر نقدم للعملاء في حلقاتنا في البودكاست الجميل ده فعلا معلومه قيمه. السوق العقاري هياخدوا ريلز من الكلام ده ويزعلوا ويقول لك حسبي الله وكيل، بيوقفوا عشنا وبيقطعوا مش عارف ايه وقال للعملاء حاجات ما ينفعش تتقال. ولكن سيب اللي يقول. انا كده الناس في السوق العقاري بيزعلوا مننا من زمان جدا. الناس العملاء هم دول اللي احنا مهم نرضيهم، ده حقيقي، ومهم نقدم لهم حاجه وقيمه حقيقيه، وده اللي احنا شغالين عليه. وشعارنا الصدق زي ما قلنا. الحمد لله. الحمد لله. فاحنا دايما بنقول للشخص ان خير من استاجرت القوي الامين. واحنا بنحاول نتعلم كويس عشان نكون اقوياء، وبنحاول نشوف مصلحه عملنا كويس قوي علشان نكون امنا معاه ونوصله لاعلى قيمه مقابل سعر. انا مبسوط قوي بالحلقه دي، كانت حلقه خفيفه وجميله جدا، وشايف ان احنا وصلنا فيها قيمه كويسه جدا. وباذن الله هنكون مع الناس المتفرجين والمشاهدين لينا ومتابعين لينا فتره طويله، نقدر نقدم كل حلقه قيمه شخص يطلع بيها يعرف يستثمر في عقار حقيقي. شرفت بيك يا باشمهندس. شكرا ليك مستر سامح، شكرا ليك. انا مبسوط قوي قوي قوي. انت اللي نورتني والله، ربنا يبارك فيك.